السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب؟ ايه الأخبار؟ يا رب كل خير. كل سنة طيبين. الأجازة خلصت. أنا بالنسبة لي في ناس أنا عارف لسه شغالين، لسه أجازة، وفي ناس نزلت شغل كده عودا حميدا زي ما بيقولوا. النهارده كده هتكلم على حتة صغيرة كان بيتكلم معايا حد عليها، وقعدنا نتكلم عليها وشرحناها كده. فكرة الهدف. طبعا الهدف بالنسبه للشركات هو التارجت، يعني بالانجلش انا هدف التارجت نفس الكلمه يعني. بس الناس بتوع المبيعات دايما بيتكلموا يقول لك التارجت التارجت التارجت. طبعا التارجت ده او الهدف بتاع المندوب في المبيعات هو هدف بتحدده له الشركه. لازم بتكون الشركة حاسباه طبعا بشكل مظبوط على أساس إن المندوب يقدر يحققه. طبعا الهدف بيكون حسب المنطقة بتاعته وحسب حجمها وحسب المنتج بتاعه. طبعا دي شروط كتير. دي يعني بتحتاج زي ما بيقولوا محاضرات كتير قوي علشان تقدر تشرح يعني ايه الهدف. ليه؟ لان انت في حاجه اسمها شروط الهدف. من احد شروط الهدف والحاجات المهمه قوي ان انت تحط هدف سهل تحقيقه، او مش سهل تحقيقه، يمكن تحقيقه. يعني لان كلمه سهل دي في ناس شركات اصحاب الشركات يقول لك يا عم انا مش عايز هدف سهل، المندوب يعمل هدفه وينام. لا، انا مش قصدي كده طبعا. انا قصدي ان الهدف لازم ليه مواصفات. هدف محدد، يكون محدد طبعا اسكان فلوس، تارجت فلوس، او يكون كيسز، عدد وحدات. هدف محدد بمنطقه، تكون المنطقه بتاعته واضحه. انت عندك مقسم المناطق على المندوبين، فلازم يكون المنطقه واضحه. يكون كمان الهدف يمكن تحقيقه، بلاش سهل تحقيقه، يمكن تحقيقه. تاني حاجه قابل كمان ان يكون الهدف ده قابل للتعديل والزياده. يعني دي نقطه برضو مهمه قوي. ودي دايما احنا بنشرحها للمندوبين، ان انت لما بتاخد هدفك لازم تكون عارف هتجيب هدفك ازاي، تكون مقسمه على منطقتك بشكل كويس. قاعدة 80-20، 80% من هدفك بيجي في 20% من عملائك. دي نقطة مهمة قوي. فالهدف هو أساس الشغل. ليه كمان؟ لأن أنت يعني ما كانش 100% من الشركات، هنقول 90% من الشركات بيبقى مقسم دخل المندوب إذا كان عنده بيزك سالري أو راتب أساسي، يعني مع جزء منه بيجي من العمولات أو الانسنتيف اللي بياخدوا على المبيعات والتحصيل. عفوا، دايما الشركات مقسمة الدخل بتاع المندوب على أساس ده، إن بيديله جزء على راتب أساسي، بيديله جزء على المبيعات، في شركات بتعمل كده، وجزء على التحصيل. في شركات بتدي على التحصيل بس، يقول لك انت هدفك التحصيل مثلا 1,000,000 جنيه، فانت بقى اشتغل بيع وهدفك تدخل الشركه 1,000,000 جنيه، ابدا احسب لك الانسنتيف بتاعك او العموله بتاعتك. في فرق ما بين العموله وفي فرق ما بين انسنتيف. دي برضو نقطه مهمه قوي في الهدف او الانكم بتاع المندوب بتاعك. في عموله لما المندوب بيشتغل بتارجت، انت بتقول له انت عمولتك على المبيعات بتاعتك مثلا 1%، او على التحصيل 1%. دي اسمها عموله او نسبه عموله من مبيعاتك وتحصيلك. في شركات تانية بتشتغل بالانسنتيف. ازاي؟ ان انت لو حققت هدفك، عندك هدف مثلا برضه مليون جنيه، فانت لو حققت الهدف ال1,000,000 جنيه ده، هديك على ال1,000,000 جنيه مثلا 5,000 ريال. فدي ده احنا بنسميه انسنتيف، بياخدوا بالك كده على تحقيق الهدف. طبعا اللي بيشتغلوا في المبيعات عارفين القصص دي وبيعانوا منها، لان الشغل تحت لود وتارجت وكده وهدف بيبقى موضوع صعب مش سهل. وبعدين كمان انت بتقفل النهارده يوم 30 مثلا او 31 في الشهر، تاني يوم الصبح تلاقي نفسك واخد هدف جديد، وكأن اللي انت عملته امبارح ده كان قصه تانيه. انت بتبدا قصه جديده خالص مع اول الشهر. فالحته دي وطبعا هي ممتعه صراحه. الناس اللي بتشتغل في المبيعات ويبقى عنده دايما تحدي وعنده دايما افكار لتحقيق الهدف وكده، بيستمتع بالهدف. في ناس كمان بتشتغل هدف زي ما قلت لك. انت ممكن تشتغل هدف فاليو اللي هو فلوس، وممكن تشتغل هدف كيسز على اصناف انت عايز تشتغل عليها.
فدي مهمه قوي برضه. في شركات بيكون محدد اصناف معينه عايز يبيعها، فبيربطها بالانسنتيف بتاع المندوب. تقول له مثلا انت لو بعت مثلا 500 كرتون من الحته دي من الصنف ده، هديك مثلا عليه انسنتيف مثلا 3000 جنيه. فدي احد انظمه تحقيق الاهداف ونظامها والعمولات للمندوبين. زي ما قلت لك هو موضوع كبير وبياخد حلقات كتيره وبياخد محاضرات كتيره، ازاي تحدد الهدف، ازاي يمكن تحقيقه، ازاي تحسب عمولات المندوبين، ازاي تحدده اذا كنت عايز تعمله عموله او انسنتيف، ازاي تحسبه. فالقصه كبيره. بس ان شاء الله مع المحاضرات كده والفيديوهات ان شاء الله نشرحها للشباب اللي شغالين في الموضوع، وربنا ييسر الحال. تحياتي ليكم، ما تنساش تعمل سبسكرايب واشتراك في القناه، يسعدني وجودكم معايا. تحياتي ليكم، ايهاب الماحي من مدرسه البيئه.